السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فقاس بالقرفه والنافع اللي كيجي رائع بزاف بمكونات بسيطه. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات، هنا عندي زلافه ديال سنيده، زلافه ديال الزيت، جوج اكياس ديال الخميره 7 غرام، 4 ديال البيضات، جوج معالق كبار ديال النافع، جوج معالق كبار ديال القرفه، وهنايا عندي الدقيق على حساب الخليط. كما كتلاحظوا معايا هنايا وضعت البيض 4 ديال البيضات، غنضيف عليهم زلافه ديال سنيده، وغنضيف عليهم زلافه ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال القرفه مطحونه، هنايا جوج معالق ديال النافع دوزتهم بين يدي حكيتهم كما كتلاحظوا، ونحرك المكونات كامله. من بعد غنضيف الدقيق تدريجيا، كما كتلاحظوا هنايا كنضيف الدقيق حتى كنحصل على عجينه اللي تكون متماسكه، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه كما كتلاحظوا معايا. هنايا كنزيد شويه ديال الدقيق، وهنايا من بعد ما جمعت الخليط قسمته على 3 ديال الاجزاء، ودابا غادي نحربلهم كما الفقاس العادي البنات، غير هذا كيجيب نكهه ديال القرفه كيجي غزال بزاف. كما كتلاحظوا معايا هنايا عندي بيض ديال البيض، غنوضع عليه قهوه سريعه الذوبان، غادي نحركهم مزيان وغندهن به وجه ديال الفقاس كما الفقاس العادي. من بعد غناخذ فورشيط وغادي نشرط الوجه ديال الفقاس، من بعد غنوضعو في الفران، غندير له نصف طيبه كما الفقاس العادي. من بعد غنجبدو من الفران وغنوضع عليه فوطه اللي تكون فازقه، نخليه تقريبا واحد 3 ساعات، من بعد غادي نقطعو وغادي نردو في الفران باش يتحمر. كما كتلاحظوا من بعد ما قطعته حمرته في الفران كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي لذيذ بزاف. ديك النكهه ديال القرفه مع
مع النافع كتجي غزاله. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، حيت كتستحق التجربه البنات، حيت كيجي المذاق ديالها اكثر من رائع. كيجي رائع وكيجي غزال بزاف بنكهه ديال القرفه. كنتمنى الا جربتوه ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهاد المقادير اللي شاركت معكم كيخرجوا كيلو ديال الفقاس، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديال القرفه والنافع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم.